اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من برنامج اعمل ايه. النهارده بيكون عدى على برنامج اعمل ايه شهرين كاملين حاولنا ان احنا نقدم فيهم مواضيع مختلفه ومتنوعه اجتماعيه ورياضيه وفنيه. ما جريناش خالص ورا الترند وحاولنا ان احنا نقدم مشاكل وحاجات بتمسنا كلنا. واستكمالا لرساله برنامج اعمل ايه، موضوعنا النهارده برضو موضوع مهم وبيمسنا كلنا. مين فينا ما بيعديش بضغوط يوميه بتاثر عليه؟ الاكتئاب والقلق والتوتر والوسواس القهري يمكن من اكتر المشاكل والاضطرابات النفسيه اللي للاسف كتير جدا مننا بيعاني منها. طب نعمل ايه علشان نتعامل مع النوع ده من الاضطرابات؟ ده اللي هنعرفه في حلقه النهارده مع ضيفي اللي مشرفني النهارده دكتور محمد الموجي، اخصائي الطب النفسي والعلاج من الادمان والتعافي من الصدمات. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك يا استاذ مروه. منورنا يا دكتور. شكرا يا استاذ مروه، تسلمي. دكتور، هبدأ مع حضرتك بمرحلة الطفولة واللي هي يمكن أهم مرحلة في حياة أي إنسان. أطفال كتير للأسف الأهالي بيعانوا في تربيتهم من الكذب. أتعامل إزاي مع الطفل الكذاب؟ بصي، في الأول إحنا محتاجين نفرق بين الكذب بتاع الكبار والكذب بتاع الأطفال. الكبير ممكن يكذب علشان يخادع، علشان عايز مصلحة معينة. في الأغلب الأطفال مش بيبقوا فاهمين الكذب بالمعنى ده. الطفل في الأغلب بيكذب علشان ممكن خايف من العقوبة، ممكن يكون خايف على صورته قصاد باباه، خايف على منظره قصاد مامته، ممكن يكذب علشان يجذب انتباه اللي حواليه عشان يبقى محبب ليهم. بالظبط كده. فبالتالي احنا مش هنتعامل مع الكذب في الطفولة على انه هو مرض إلا إذا تفاقم طبعا مع اضطرابات نفسية تانية، لكن في الأغلب بيبقى بسبب الأسباب دي. طب نتعامل إزاي مع الكذب؟ الأم الأول لازم تبقى فاهمة، والأب لازم يكون مدرك، ويكونوا قريبين من أطفالهم وقادرين يستوعبوهم. لو أنا الطفل بيعمل ده جذبا للانتباه، فأنت تاخد بالك من المقارنة، ما تقارنوش بينه دايما وبين ما تضطرهوش انه يجذب انتباهك، حسسه باهتمام بالظبط بشكل عادل مش بشكل اوفر، لان العطاء الزايد بيتلف زيه زي الاهمال الزايد. صح. لو الطفل بيعمل دوت خوف من العقوبه، فانت معناه انك انت بتعاقب زياده عن اللزوم. معناه ان انت بتستخدم وسائل عقوبه غير مناسبه للسن، زي الضرب، زي الزعيق، زي الإهانة. تحسسه بحب أكتر. مظبوط كده. دكتور، من الاضطرابات كمان اللي منتشرة عند الأطفال اضطراب فرط الحركة. أفرق إزاي لو ابني مجرد طفل شقي أو عنده اضطراب فرط حركة؟ في الحقيقة ده من أكتر الاضطرابات المظلومة. يعني أنت بتلاقي الطفل في المدرسة أو في البيت عمال يتضرب عمال على بطال على أساس إن هو يعني شقي بزيادة، في حين إن هو عنده بالظبط، في حين إن هو عنده اضطراب. فالطفل الشقي العادي شقوته في الناس اللي يعرفهم. اما الطفل اللي عنده فرط حركه وقله انتباه، هو مش بيهمد، بيفرك عمال على بطال في كل مكان، مش بيقعد. مجرد بس لو راح مكان غريب بياخد سنه كده يتاقلم، وبعدين تلاقيه يفلت معاكي خالص. ده الجزء الاولاني. الشقي زياده هو ليه صحاب عاديين، ما فيش مشكله، يعني محبوب واصحابه بيحبوه وبيتعامل معاهم. اللي عنده فرط حركه من كتر ما هو بيتحرك وبيفرك بيبدا يبقى مش محبوب شويه من زمايله. الناس بتبقى كرهاه ومالوش اصحاب. بيبقى لانه شقي زياده عن اللزوم. أيوة. بيخطف من ده، عمال ياخد من ده، ياخد حاجه من ده، فبيبقى منعزل. وفي نفس التوقيت اللي عنده فرط حركه مندفع زياده جدا. فممكن يضرب زمايله، ممكن يشد منهم حاجه. طب بيأذي او بيعور نفسه، جروح او كده؟ هو في حسب السيفيريتي، يعني حسب شده الاعراض. في الاول حتى ممكن ما نعرفش نفرق بينه وبين الشقاوه العاديه. لما الموضوع يزيد قوي 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 ممكن يبقى عنيف، ممكن يزق اخواته، يزق زمايله، ممكن يبقى مندفع، ممكن ينط، دايما بيحبوا ينطوا قوي، بيحب يتسلقوا اي حاجه. فممكن هو بينط من ديسك لديسك يتعور. ممكن هو بينط مثلا، بيحب ينط من ادوار عاليه او حاجه زي كده. فده لو الدنيا شديده قوي ساعتها ممكن يبقى فيه اذى. مرحلة المراهقة كمان من المراحل الصعبة جدا اللي الأهالي برضو بيعانوا فيها، وللأسف منتشر مؤخرا ما بين المراهقين نوع كده أنا مش عارفة أسميه، يعني نقدر نقول بالبلدي كده أنا مش عارفة ده ولد ولا بنت. ممكن تبقى ملامحها أنثوية جدا وصوتها أنثوي، بس في نفس الوقت حلقة شعرها خالص ومثلا لابسة لبس رجالي أو العكس طبعا. هل ده بيعتبر اضطراب هوية جنسية؟ وهل ده أصلا مرض نفسي عضوي؟ إيه اللي بيحصل بالظبط؟ هو سؤال كبير شويه، فخلينا كده نفصصه بالراحه مع بعض. ماشي. التغيير في الشكل واللبس والشعر ده ممكن يكون طبيعي. يعني مثلا لو انا ساكن في قريه،
غير لو انا ساكن في مدينه، غير لو انا ساكن في مكان راقي، غير لو انا ساكن مثلا في مكان سياحي. طبعا فده بيختلف في الشكل. دي نقطه. الجيل ده لبسه غير الجيل اللي فات، طبعا غير من 20 سنه فاتوا، غير من 30-40 سنه. ده حقيقي. بس انا بقصد نقطه معينه، ودي منتشره على السوشيال ميديا لو حضرتك متابع. يعني بنلاقي شباب كده في سن صغير بيعملوا فيديوهات، وحقيقي فعلا احنا مش بنبقى عارفين ده ولد او بنت. تمام. انا جاي حتى ممكن يبقى لها في الصوت. احنا عشان بس عندنا ازمه اللي هي الاوفر بروجنوزس، ان احنا بنشخص زياده. فحابين يعني ايه نفصص الموضوع، بحيث مش كل حد يسمعنا كل اب بص بقى انت حالق شعرك فانت كده عندك مشكله جنسيه. فانا بقول لحضرتك الاول في عندنا جزء طبيعي، جزء نورمال ليه علاقه بالمجتمع، في جزء تاني ليه علاقه بالتقليد. وده بنشوفه مثلا في برامج رمضان، بتلاقي بعض الناس اللي بتعمل برامج بيحلق شعره بشكل معين، بيصبغ شعره بشكل معين، نيجي بعدها الحلاقين هم عارفين الحلقه بالظبط، بيقلدوا الفنانين والنجوم. فدي جزئيه. الجزئيه الثانيه ليها علاقه بقله الثقه بالنفس. بتلاقي مثلا انا مش واثق في نفسي، زميلي جه النهارده عامل الحلقه الفلانيه، او انا شفت حد على التيك توك او على اليوتيوب او اي حاجه، فانا عايز اقلده، وعشان انا مش واثق في نفسي، مش واثق في ذاتي. فطبعا ده بيقلده. في جزء بقى ثالث وهو له علاقه بالاضطرابات النفسيه. ممكن يبقى زي اضطراب الهويه الجنسيه، وده احد الاضطرابات اللي ممكن فيها يلبس حاجه على غير الشكل الظاهري. اضطراب الهويه الجنسيه هو اضطراب اساسا يعني بيظهر بوادره من الطفوله المبكره قوي، يعني من عند سنتين. وكمان هو مش اختيار، يعني مش حد كان لا انا مش عاجبني ان انا ابقى ولد فانا هبقى بنت. لا الولاد هم بياخدوا حقوق كتير، فالبنت تقول انا هلبس زيهم. دول عندهم مشكله تانية، عندهم مشكله برضو في الثقه بالنفس وكده. لكن اضطراب الهويه الجنسيه هو كولد، شكله ولد وجسمه ولد واعضاؤه التناسليه ولد، لكن هو احساسه بذاته انه مش ولد، انه انثى. بنسميه الاورينتيشن بالانجلش يعني. البنت كذلك، هي جسمها وملامحها وشكلها، لكن الاعتقاد الداخلي ان هي راجل. فبالتالي ده بيعاني جدا جدا جدا، ومن بدري قوي عقبال ما يقدر يقول ونقدر نشوف له طريقه للعلاج. طب انا كأب او ام لو عاوز الحق ان انا اشوف العلامات اللي زي دي، ازاي اعرف يعني من شويه علامات كده ان ابني عنده اضطراب هويه جنسيه؟ في الاول برضو لازم نكون قريبين قوي، اصدقاء، يعني ان انا صاحب ولادي. بالظبط، ان دي حاجه صعبه ان انا اقولها، انا شكلي راجل وملامحي راجل. مفيش تصرفات معينه بيعملوها، افكار معينه بتظهر عليهم، ميول معينه؟ هو احنا نقول الاول زي ما بقول لك كده، يعني احنا من الاول انا عايزه يلقط الاب، فانت مش هتقدر تلقط الا لو كنت قريب، لان بيجوا لنا دول العياده مثلا بيقعدوا سنين يصرفوا من جيوبهم على العيادات عشان يتعالجوا، ولا اب ولا ام بيعرفوا. ده حقيقي، عشان هو بعيد وهو عامل له رهبه وهو مخوفه. ومجرد طبعا ممكن يظهر زي ما انت قلتي تغير في الشكل، هو حاسس ان هو ولد او هي حاسه انها ولد، فتبدا تاثر شعرها، تبدا تلبس بنطلونات، تلبس فستات، حاجات زي الولاد بالظبط، تبدا تحاول تجمد صوتها شويه، تبدا كمان مش على قد ده، على قد انها تعمل النشاطات بتاع الولاد اللي بيعملوه الولاد. تسهر بالليل بقى، ممكن تدخن، ممكن او ممكن لا، الولاد منهم بيدخنوا ومنهم ما بيدخنوش، لكن طريقه اللعب نفسها عايزه تركب حاجات زي اللي فيها فتنس، فيها حركه، فيها عنف يعني عايزه زياده، تبقى ذكر اكتر من كونها بالظبط كده. فده بيبان. عشان كده بقول لك لو الاب بعيد والام بعيده مش تلقط، مش هياخدوا بالهم، هيعاقب غير بعد الولد كتير يمكن. بالظبط، هيعاقبه وخلاص، هيعاقبه علشان ايه؟ ده عيب، ده ما يصحش، مش عارف مين هيتكلم عليا. لكن هو في الحقيقه ده بيكون محتاج انك تبقى قريب وتبدا تحتوي. اكيد تبدا تحتوي ابنك او تحتوي بنتك وتتكلم معاها، أكيد وتطلع اللي جواها. طيب انت مش عارف بقى تتعامل. ايوه، نتعامل ازاي بقى مع اضطراب الهويه الجنسيه؟ اول حاجه التقبل، لان احنا بنلاقي مجرد ما الابن يتكلم ثوره عارمه، اكيد، فلازم تتقبله ثم تحتويه. طبعا انت ابني، انا بحبك، انا معاك في اي حاجه. والنقطه الثالثه، طب تعال نشوف متخصص، نشوف طبيب نفسي، وبعدين نشوف هيساعدنا ازاي. احيانا بيلجأوا ان هم يهربوا من مصر على فكره، يعني في منهم ناس دلوقتي بتروح يمكن ايران عشان تعيش احسن او بعيد عن المجتمع، ممكن يعملوا في دول كتير بيروحوها طبعا، لكن هي الفكره في
ان دول بيبقى ليهم لجان، عشان برضو دي معلومه للمشاهدين يكونوا فاهمينها. بيبقى في لجنه ثلاثيه في نقابه الاطباء، ومشكله من اطباء نفسيين واطباء نساء واطباء تناسليه وجراحه كمان، ومعاهم ناس من الازهر وممكن ناس من الكنيسه لو مسيحي. دول بيحددوا في ناس بتتحول انه ده يستحق او لازم انه يتحول او يفضل على عشان نفرق بين ايه، لان في بعض الناس لما تتعرض لبعض الضغوط يقول لك ايه، انا مش عايز اكمل، الولاد واخدين الولاد واخدين حقهم. أيوه. لازم ابقى ولد. لا، مش دي خالص. دول مش دول خالص، دول المشاكل. دي ناس مريضه فعلا وبتعاني. بالظبط. والتانيين برضو بيعانوا، بس بيعانوا من قله الثقه، بيعانوا من مشاكل اكتئابيه، مشاكل محلوله، مش لازم عمليه تحول. اكيد. بالظبط. دكتور محمد، من المشاكل برضو اللي منتشره جدا الوسواس القهري، نتعامل ازاي مع الوسواس القهري؟ الوسواس القهري بدايه يعني هو واخد حته من اسمه كده، ان هو في قهر يعني. ده حقيقي. ان كتير من الناس اللي عندهم وسواس قهري عندهم مشكله في ان هم يعبروا عن مشاعرهم، وعندهم مشكله ان ما تعمل لهمش قبول من بدري قوي ان انت ممكن تتكلم وعادي. لا، بنلاقيه من زمان الام بتاعت اللي عنده وسواس قهري ده عمل حمام على الارض، كسر حاجه على الارض، يا ويله يا سواد ليله. فهو الاول بنبدا مع الوسواس القهري ان هو يفهم نوعيه المرض، لان هو المرض مش مجرد حاجه بيكررها. انت بتكون في فكره بتقعد تلح في دماغه، مثلا ان ايديا مش نظيفه، يغسل ايديه كتير جدا مثلا، صح؟ قبل الغسيل في فكره، والفكره بقى ايه، مش مره، لا، شغاله، صح، عماله تلح وعامله ضغط شديد، وفي نفس التوقيت هو مقتنع انها غلط. يعني انا ايدي نظيفه اهي، بس هي بتلح مزعجاه، فيقلق، فيقوم عشان يخلص من القلق يقوم جاي ايه، غسل ايده كتير. تبدا الفكره تعمل ايه، تتعاد تاني. ده حقيقي. ماشي. وهكذا في كل، ممكن في التفكير، ممكن انا بذاكر ومركز جدا في المذاكره وعارف ان انا ذاكرت، تيجي الفكره انت ما ذاكرتيش، لا الحلقه بتاعتك مش كويسه، لا انت الهدوم بتاعتك مش، عيد تاني فيعيد عشان يهدى وما يهداش، ونقعد نكرر. طب الحل ايه؟ يبطل يعيد بس ده بشكل تدريجي شويه، لان لو الوساوس الثقيله بيكون عليه صعب، يعني هو أكيد. عنده افكار كتير جدا جدا جدا، فبنبدا احنا مع العلاج نعمل له ايه، سيستم هيراركي كده، يعني نعمل له زي جبل، ونبدا بالوسواس الصغير، ونبدا معاه لحد يعني اشد وسواس، ونقول له تعالى ناخد الصغير ده ونجربه. فهو اول ما يجرب الحاجه البسيطه يبدا يقول ايه، طب ما نفع تاني، صح، طب ما انا هديت اهو. بعض الناس بيحتاجوا علاج دوائي، أكيد. طبعا بيساعد لو الاعراض شديده. بعض الناس بيحتاجوا علاج سلوكي، زي العلاج المعرفي السلوكي او العلاج الجدلي السلوكي. دي انواع مدارس علاجيه نفسيه بنستخدمها لمعالجه النوعيه دي من الاضطرابات. بعض الناس لو عندهم صدمات هي اللي تسببت في الوسواس، بنبدا نشتغل على الصدمات النفسيه، نعالجها سواء برضو بالعلاج المعرفي السلوكي او بحاجات زي تقنيات حديثه زي EMDR. دي تقنيات بتستخدم لمعالجه الصدمات. طيب دكتور، التردد وصعوبه اتخاذ القرار، في ناس كتير بتعاني من الموضوع ده، عايزه حل جذري كده يخلي الناس يعني المتردده دي تعرف تاخد موقف. حسب انا متردد ليه، يعني ممكن انسان متردد عشان انا حاسس ان انا وحش، ان انا اصلا القرار اللي انا هاخده ده غلط، فبتبقى فكره انترنال داخليه ان هو شخص مش كويس او شخص ضعيف، فبندور الفكره دي اكتئاب، نعالج الاكتئاب. ماشي. انا للاسف مش هجاوبك، مفيش حل جذري معين. طيب ممكن المتردد ده عنده وسواس قهري اللي احنا لسه متكلمين عليه، طبعا هي كلها مرتبطه ببعضها، ده عمال شغال فكره اعمل كذا، هو عارف ان دي غلط بس هو متردد. بعض الناس لها علاقه بالتربيه، ان هو دايما الام انت عملت كده ده غلط، ده صح، هيقولوا عليك ايه، هيسووا عليك ايه، ده حقيقي. فيبدا هو يفكر مليون مره قبل ما ياخد القرار. فدايما احنا بنرجع خطوه ورا، نشوف يا ترى ايه السبب. اول ما نعرف السبب نشتغل عليه، يبدا التردد يتحل. ساعات بقول لهم حاجه، بص انت متردد، بس متردد في حاجه صح وحاجه غلط ولا حاجتين صح؟ في الاغلب وحاجتين صح. اقول له اعمل اول حاجه تيجي في بالك، اختار اي حاجه منهم، اختار ودوس، هي حاجه صح، يعني انت ما تغلبش دماغك. ايوه، دي فكره احنا بنستخدمها، يعني صح. انت اشتغلت معانا كده ايه، حته معرفيه، اشتغل معاكم بقى خلاص. اللي هو بنقول كده، شوف أسوأ سيناريو ممكن، صح، انا والله همشي من طريق صلاح سالم ولا همشي من طريق النصر، طب لو مشيت هنا اتاخر 5 دقايق وهنا اتاخر 7 دقايق، فرقها بسيط، دوس حقيقي. يعني الاثنين صح. القلق كمان من مشاكل العصر، نتعامل ازاي مع القلق؟ يعني عايزين حلول بسيطه كده تنفع ان الناس تستخدمها تقلل شويه من القلق اللي الناس بتحس بيه. القلق طبعا عندنا برضه، خلينا في الحاجات العمليه لو احنا هنساعد الناس بحاجات سريعه. عندنا بعض التمارين زي تمارين الاسترخاء،
اللي هي تمارين نفس العميق، اللي هو الانسان بياخد نفس عميق من انفه، الانف بيملأ الشيست بيه، وبعدين يبدأ يطلع النفس ببطء. تمام. ده ممكن يعمله اكتر من مره في اليوم، ده يساعد ان هو يهدى. احنا حتى ممكن يعني انا ممكن اعمله كده يعني في لحظه، بحيث ان هم يبقوا متابعين، فانا بياخد النفس. يا ريت. طبعا. تمام. نكتم النفس شويه. بيفرق كتير فعلا. بيهدي، وممكن نجربه اكتر من مره. ممكن نجربه قبل النوم لو انا عندي مشكله في النوم بفكر كتير. صح. ممكن اجربه لو جالي بالك اتاك، اللي هي نوبات الهلع. ايوه. ميزه ده انه يتعمل في اي حته، لو انت راكب مواصلات، لو انت قاعد في مكان، فيبدا يهدي معانا الدنيا. صح. بيساعد بعض الناس مش بيساعدهم، عشان هم بيبقوا مشغولين. المفروض اصلا انا لما اغمض كده بسرح في اي صوره لطيفه، يعني بشوف منظر بحر، ذكرى كويسه مثلا، ذكرى كويسه، صح. حد بحبه، حد ضحكته بتعجبني، حاجه حلوه ممكن اعملها بعدين. بالظبط. بتخيل نفسي بعد شويه في اللقطه اللي انا حاببها شكلي عامل ازاي، بتهدي، فابدا اهدى شويه. دي كذا طبعا طريقه. بعض الناس بتستخدم الشاور، الميه الساقعه بتهدي، ده حقيقي. الميه الساقعه، ممكن ياخد دش دافي، ممكن الرياضه كمان مهمه جدا. الرياضه، ممكن يشرب حاجه بيحبها. لو انا المشروب بتاعي مثلا انا ينسون او حاجه مثلا، فمجرد ما تشربه تهدى. حقيقي. ممكن نتكلم مع حد طبعا، ده يساعدنا ان احنا نفضفض ونطلع اللي جوانا. الحب السوي كمان والاحتواء بيفرق كتير جدا. العلاقات السويه بتعالج مشاكل نفسيه كتير جدا. حقيقي سواء منها العاطفيه او منها الاجتماعيه. ده حقيقي. الانسان لما يحس بالامان بيبدا يعني يهدى كده ويبدا يفكر بشكل سليم. ده حقيقي. بالظبط. دكتور، السوشيال ميديا مليانه بفيديوهات عن النرجسيه والراجل النرجسي. يعني هل فعلا الراجل اكتر نرجسيه من الست، بحكم يمكن ان الامهات بتدلل شويه الذكور عن الاناث في التربيه؟ الناس يعني بتبالغ، بتحب تشخص قوي. يعني مثلا انا هقول لك مثال مشهور قوي. بنلاقي مثلا اي واحد فشل في علاقه يقوم جاي على طول كانت نرجسيه بنت ايوه بقوا بيعملوا كده. هي فشلت في العلاقه وانجرحت. لا، نرجسي. هو كان نرجسي. راجل ونرجسي. بص بقى، مع النرجسي تحط ايه بقى؟ راجل ونرجسي وسايكوباتي، عشان تكمل الايه الدنيا. فانا بقول للناس يعني، وبقول يعني بناتنا، وبقول يعني برضو الرجاله، بلاش لما حد يختلف معاك تطلع فيه القطط الفطسانه ان هو وحش، ان هو نرجسي. يعني الرجاله مش اكتر نرجسيه من الستات؟ احنا عايزين الاجابه على السؤال ده. لا، مش هقول الاجابه. هو ما فيش، هي النسبه الصراحه في الكتب متساويه. ما فيش حد اكتر من حد. تمام. لكن هو في الحقيقه ان احنا بنخلط. النرجسي دايما هو بقى منفوخ قوي، لكن هو في الحقيقه من جوه فاضي، هش. صح، اكيد هش جدا. كلمتك فعلا يعني في مكانها. بيبقى هش جدا، بيبقى هو ضعيف قوي 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 من جوه، وشايف نفسه قليل جدا جدا، فبيظهر بيعمل كل ده منفوخ على الاخرين. وممكن نفرق في نقطه لطيفه بين ان في ناس بتخلط بين اللي معاه سلطه وبين النرجسي. اللي معاه سلطه او المجتهد هو صعب يكون نرجسي. موجود طبعا يعني، لكن هو شخص بيجتهد، شايف نفسه بيشتغل على نفسه، او هي بتشتغل على نفسها وشايفه نفسها وبتجتهد. هي مش محتاجه انها تشوف نفسها يعني في مكانها اعلى. هي اصلا بتجتهد، هي اصلا شغاله على نفسها. ده حقيقي. بتلاقي الناس القليله اللي هم اصلا هي اللي عندها مش عارفه تحقق ذاتها يمكن اكتر. ومش كله طبعا، مش كله، لا، ما هي موضوع فيه فاريشن. طبعا احنا ممكن نكون في ليفلز، يعني طبعا انا أكيد. في ليفل اداري ضخم جدا. هو التعميم مرفوض عموما في اي حاجه. اكيد بالظبط. طيب دكتور، كمان برضو بنكمل الفيديوهات اللي منتشره على السوشيال ميديا. عرفنا ان التعامل مع الشخص النرجسي بيبقى صعب جدا، ولو العلاقه ينفع تتقطع يا ريت لو نقطعها. بالنسبه بقى للناس اللي ما ينفعش تقطع علاقه مع شخص نرجسي، سواء بقى كان النرجسي ده والده، والدته، زوجه، زوجته، او جوزها، نصيحتك ليهم ايه؟ يتعاملوا مع الموضوع ده ازاي؟ هو بص، برضو معلومه ان النرجسي في الاول بيبقى لطيف جدا. ده حقيقي. والسايكوباتي في الاول عسل يعني جدا. بص، هما بيبقوا عندهم كاريزما رهيبه. بالظبط. يعرف يجيب الضحيه كده ويعني صح. يضحك عليها ويروقها تمام جدا. صح. ففي البدايه بيكونوا لطاف، بعد شويه بتظهر مصايبهم. الازمه عندي في الطرف التاني انه بيكون يتعلق، هو بيعرف ينقي كده ويصطاد. صح. فالازمه هنا في اللي متعلق جامد. البنت او الزوجه او الزوج اللي بيتاذي من طرف تاني، بقول له الاول ابني نفسك، اصبر كده واهدى واشتغل على نفسك. لازم يبقى عندك مصادر دعم، بقى ليك علاقات تانية، ليك اصحاب بشكل صحي، بقى ليك مصادر دعم، عندك هوايه معينه،
معتمد ماديا على نفسك، كده انت عملت ايه؟ امنت نفسك يا باشا. عايز تقاطع بعد كده، عايز تحدد العلاقه، هتعرف. هو لو المشكله لو والده او والدته صعب يقطعوا، يعني مش هينفع. هحدد العلاقه. او لو واحده برضو متجوزه وعندها اولاد او العكس هيبقى صعب. هو يعني الاذى ملهوش تبرير. اكيد مفيش مبرر، بس احنا بنتكلم، احنا مضطرين نتعايش مع شخص نرجسي. هكف الاذى واقلل الضرر، بس لو انا قللت الضرر وانا ما عنديش ظهر. لا يعني اكيد لازم يبقى فيه طبعا. هو بيضغط عليا مثلا بالفلوس ماديا، صح، ممكن فعلا. ما انا ما عنديش مصدر. هو بيضغط عليا بان انا الوحيده، الشخص الوحيد اللي انا بساله، ما اعرفش حاجه في الدنيا، فانا لازم اثقف نفسي. صح. فهي بنسميها ابني نفسك، اعملي ريسورسز لنفسك، وبعدين حددي العلاقه، او اشتغل انت كمان، او اشتغل انت على الطرف الثاني بقى، خد حقك. وهو لما يلاقي ان الطرف اللي قدامه ايه، واثق من نفسه وقادر، بيبدا يلم نفسه شويه. دكتور، ادمان الاباحيه من المشاكل اللي بيعاني منها كتير من المراهقين، نتعامل ازاي مع المشكله دي؟ هو الادمان مرتبط بثلاث حاجات كده، يعني الادمان كله حاجه واحده. الادمان الاباحيه خصوصا مرتبط رقم واحد بالفراغ. فبتلاقي المراهق من دول فاضي اكيد، وكمان محبط، فتلاقيه ما عندوش ثقه ان هو هينجح او يجيب مجموع كويس، فقاعد ما بيذاكرش، بيشغل نفسه تقصد بحاجه ثانيه، وقاعد بقى هو محبط، فمتضايق، فمخنوق. فالحاجه دي بالنسبه له طبعا، لان بعد ما يتفرج على حاجات من دي بيطلع بعض الهرمونز او بعض الكيميكالز، بعض المواد الكيميائيه يعني، فتحسسه ببعض الهدوء او الراحه، فيبدا يتعود ان هو يعملها مره ثانيه. فالاول لازم تكون مشغول، العادة يبقى مشغول، مشغول في حاجه صحيه. ماشي، تمام. تاني نقطه الإحباط ده لازم نعالج الإحباط. هيعالج الإحباط ازاي؟ لازم يفهم الدنيا صح، ما يحطش توقعات زيادة عن اللزوم. صح. يعني هو داخل، اكيد اللي مش داخل الثانويه كل الناس هتطلع يعني كلهم 99 و99%، لا، كده لازم يبقى فيه ليفلز، وان الناس ده هيدخل الكليه دي، ده هيأدي هنا، ده هيأدي هنا. طبعا ده برضه هنرجع للاب والام وطريقه تعاملهم. اكيد طبعا. فلازم تخلي توقعاتك في المعقول، ما تخليش توقعاتك زياده عن اللزوم، واجتهد على حسب المستطاع منك عشان ما تحبطش. طيب وقعت كمل، وقعت نظم نفسك، ارجع خطوه ورا وابدا اشتغل تاني. فالاحباط طبعا من الحاجات اللي بتخليه يفكر يشوف ده. والافيلابيلتي، الاتاحيه، كل ما تكون الحاجه متاحه. طبعا الموبايل معايا طول الوقت، هو متاح للاسف، الحاجات دي متاحه في كل حته. في كمان العزله اللي هو العامل الثالث. في العزله هو قاعد لوحده، عاملين له شقه فوق وسايبينه طول النهار، مفيش رقابه كافيه. مفيش رقابه. المفروض الرقيب يبقى النفس برضه، يعني هو سنه صغير بس برضه المفروض الرقيب يبقى نفسه. وكمان لما نقول رقابه مش معناها ان انت تدوري، لان بشوف ده من بعض الامهات للاسف يدوروا في الموبايلات، لا ده غلط، يحرجوه، يدخلوا لاوضه عنوه مثلا وابنهم بيتفرج على حاجه شبه كده. مش هيبطل، هو مش ده الحل، صح؟ بخلاف انه مش هيبطل، انها بتكسر الصوره بتاعته قصادها. لا صح. فخلاص بقى هو بيبدا يحبط خالص. صح. فالدنيا بتبوظ. فنعالج الفراغ ونعالج الاحباط، ويبدا يكون مشغول في كمان تحمل المسؤوليه. ان كتير منهم للاسف هو اعتمادي درجه اولى. صح. ماما خدي يا حبيبي الاكل، ماما خدي يا حبيبي المصروف اللي انت عايزه. فاي ضغط ولو صغير بيبدا على طول يعمل اي حاجه متاحه، ودي احنا قلنا افيلابيلتي انها متاحه طول الوقت في الموبايلات. طيب دكتور، اضطراب الشخصيه الحديه او البوردر لاين بيرسوناليتي ديس اوردر من الامراض النفسيه برضو اللي دكاتره كتير اتكلموا عنها، وحتى شخصوا مشاهير كتير بيها زي مثلا شيرين عبد الوهاب وامبر هيرد زوجة جوني ديب السابقه. ليه المرض ده بيسيب الستات اكتر من الرجاله، وده معترفين بيه انه بيسيب الستات اكتر من الرجاله، ونتعامل معاه ازاي؟ بصي انا برضو مش بتكلم على حد بعينه، لان هو مفيش حد بيشتغل بالاسكس او باخلاقيات المهنه انه يقدر يتكلم، بالاخص لو دكتور يعني، انه يتكلم على حد معين بعينه. ولو عنده المعلومه ما ينفعش انه يتكلم على حد ويشخصه ايا كان التشخيص. اكيد. لكن اضطراب الشخصيه الحديه ده اضطراب في الشخصيه، وخلي بالك ان هو بيختلف درجته من شخص للتاني. فممكن انا يكون عندي نسبه وده يكون عنده نسبه، لكن ساعات النسبه بتكون زياده. ايه علاماته عشان الناس يبقى عندها وعي بيها؟ اول حاجه بيكون عندهم الاحساس، بالذات في عندهم احساس بالفراغ، مش عارف او مش عارفه هو مين ولا عايز ايه. نسميه احساس بالخواء، فاضي من جوه. وشويه تلاقيه عندها طاقه شديده جدا، وشويه يأس من اي كل حاجه. شويه عندها مبسوطه وفرحانه، وفي لحظه تتقلب للجانب التاني مخنوقه او متضايقه. ممكن بنتكلم عادي
وهي بيبقى اوفر سنسيتيف، يعني تبقى حساسه زياده بزيادة. كلمه قد كده تقلب الترابيزه. وبالتالي بنلاقي ان علاقاتهم بالناس متوتره دايما، مفيش علاقه بتستمر فتره طويله بشكل صحي وبشكل امن. اكيد. وبرضه للاسف هم بيتعرضوا كتير منهم لخذلان كتير، فده بيسبب ان هم مش حاسين بالامان، بيبقوا دايما على وضع التحفز او وضع الاستعداد. كمان للاسف بنشوف ان كتير منهم بيدخل في علاقات خطره وبيؤذوا بيها نفسهم، يعني سواء مع ناس يعرفوهم او علاقات متعدده مع اكتر من حد. كل ده يعني رغبه في اني اتشاف ان انا ناس مهتميه بيا، ناس بتحبني، ناس بتوفر لي الاوان. كده وكده هم عندهم فكره السوينج او التقلب اكستريم شويه، حب ذات قوي او ابيض واسود، مفيش حاجه في النص. انت كلمتيني كويس، انت حبيبتي، انت عملتي كده هفوة عدوتي كده. فهم للاسف بيتحركوا بين اقصى اليمين واقصى اليسار وبسرعه، والسرعه دي بتختلف بقى الحده، يعني في ناس كده طول الوقت. ده حقيقي. ده بيخليهم يدخلوا في ايذاء للنفس. فبيلاقي طبعا للاسف الكاتنج اللي هو انهم بيعوروا نفسهم. بعضهم بياخدوا مثلا بعض الحبوب كنوع من انواع الاندفاع في ناحيه، ونوع من انواع ايذاء النفس من ناحيه، ونوع من انواع الاندفاع الشديد. هاخد اي حاجه، ونوع من انواع التهديد، ونوع من انواع الضغط. مثلا داخله في علاقه مؤذيه فعايزه تخرج مع الولد الفلاني وهو مؤذي ويضحك عليها وهي عارفه كده بالظبط يعني، لكن هي عايزه ده ومصره عليه، فتهدد والله لو ما خرجتونيش هعور نفسي، وتروح تعور نفسها. فيبدا الاهل يضعفوا، فيبدا يدوها الحاجه اللي هي عاوزاها فتاذي بيها نفسها، وانتنا نلف في نفس الدايره دي. عشان كده هو اضطراب شخصيه، اضطراب سلوكي، بيحتاج علاج طويل المدى، وبيحتاج وعلاجه طبعا الدوائي اقل ما يمكن. يعني هو العلاج الاساسي هو علاج جدلي سلوكي، ده احد العلاجات النفسيه المعتمده، وبنعالج الحاجات اللي جايه جنبه زي الصدمات اللي تعرضوا لها، زي الاكتئاب اللي ممكن يحصل معاهم، زي محاولات الانتحاريه اللي ممكن تحصل. فطبعا علاجهم علاج جدلي سلوكي وارشاد اسري، لان الاسره دي ما تبقاش متفهمه. بنتي جابت لي العار، اكيد بنتي فضحتني في البلد، بنتي مشيت مع مش عارف مين. فبيحتاج ان احنا نوعي الاسره قوي. للاسف بيبقى فيه يعني صعوبه، وربنا معاهم. انا مقدر ده، مقدر قد ايه ان ده قاسي جدا على الاهل، ان يلاقي بنته هربانه مع حد، يلاقي بنت سايبه البيت. لكن ده ليه علاج، بس حضرتك او حضرتك اصبري، يعني ادي وقت لده. صح. نتمنى ان الناس طبعا يعني تفهم ان المرض النفسي مش عيب، والوصمه بتاعه المرض النفسي دي فعلا تروح، عشان حقيقي يعني كلنا بنتعب وكلنا بنعدي باضطرابات كتير جدا، فمش عيب خالص ان احنا نروح نزور دكتور نفسي. طبعا اكيد. دكتور محمد الموجي، اخصائي الطب النفسي، نورتني وبجد ميرسي جدا على كم النصايح الهائله دي. انا اسعد جدا. شكرا جزيلا لذوقك. شكرا جزيلا. في نهاية الحلقة يا ريت يا جماعة ما نتفهش من الضغوط اللي أي حد بيعدي بيها، عشان حقيقي السلام والصحة النفسية أهم حاجة بجد المفروض إن احنا نحافظ عليه. وفي النهاية برضو الحب والاحتواء أهم حاجة كمان بتعالج أي مشاكل أو ضغط نفسي بنعدي بيه، ومش عيب خالص إن احنا نزور دكتور نفسي لو كنا محتاجين ده. خلصت حلقتنا، لكن موضوعاتنا عمرها ما تخلص. استنوني في حلقة جديدة وسؤال جديد من برنامج أعمل إيه، وما تنسوش تتابعوني على السوشيال ميديا باسمي مروة حازم باللغة الإنجليزية. شكرا ليكم واشوفكم على خير.